القلقاس وجمال القلقاس ما ينفعش يعدي علينا الشتاء من غير ما نخزن قلقاس. وكمان هقول لكم ازاي تختاروا قلقاسية تبقى مستوية وطعمها خطير، وكمان هعلمكم ازاي تحفظوا السلق. فالنهارده هنعمل موسوعة شاملة عن القلقاس، وطبعا بمناسبة عيد الغطاس كل سنة وانتم طيبين. فيلا نبدأ الفيديو. اول حاجة معايا ازاي تختاروا قلقاسية حلوة. بصوا معايا هنا، شايفين القلقاسة بتاعتي فيها بذور. اول حاجة لونها بينك واضح، ما يبقاش طبعا فيها اي عيب من تحت. شايفين البذور البينك دي لازم تبقى كتيره. معنى ان هي كتيره في القلقاسه بتاعتي معنى كده ان القلقاسه بتاعتي مستويه مظبوط. فدي اول حاجه معانا في اختيار القلقاس. نصيحه تاني، ما ينفعش اسوي قلقاستين في نفس الطبخه، لا. انا اسرتي كبيره فانا بجيب قلقاسيه كبيره وبسويها مره واحده. انا اسرتي صغيره فبجيب حاجه متوسطه واعملها. انا اسرتي صغنطوطه خالص فبجيب حبايه واحده. المهم ما ينفعش نعمل حبايتين قلقاس مع بعض، الاثنين هيبقوا مختلفين في وقت التسويه. عشان كده لازم في الطبخه الواحده نسوي قلقاسيه واحده. اول حاجه معايا، انا غسلت القلقاسه بتاعتي كويس جدا. لازم يبقى معايا فوطين، فوطه هننضف بيها وفوطه تانية هنحط عليها القلقاس اللي احنا هنقطعه. القلقاس ما بيتغسلش. اول حاجه معايا هقطع الحته دي. شايفين القلقاسيه بينك وخطيره ازاي من جوه؟ معنى كده ان هي مستويه تمام. بصوا بقى، انا احب اعمل لها ايه، راس كده. وطبعا ايه، انا طول الوقت بمسح السكينه وبمسح القلقاس. وبعد كده نبدا بقى كده ونبدا ايه، نقشرها. بصوا بالشكل ده هنقشرها كويس جدا. وانا هاجي هنا بقى هنشيل القشره بالشكل ده. عماد النهارده معلن عليا الحداد ومش راضي يساعدني في تقشيرها، بس هو اللي هيقشر التانية. بصوا معايا، بعد ما قشرناها هنشفها كويس جدا بفوطه. طبعا الفوطه بتاعتنا نظيفه. وكمان بنمسح البلانش. انا ما ينفعش احط اي حاجه فيها ميه، يعني ما ينفعش اروح اغسل السكينه وارجع اشتغل بيها، لا، لازم تبقى ناشفه معايا خالص. ونكمل بقى تقطيع. وبرده ايه، ننشف. طول ما احنا شغالين بننشف، ونحاول بقدر الامكان نخليهم مكعبات متساويه. بصوا، انا ما بحبش اعمل المكعبات صغيره قوي، لازم تبقى وسط بالشكل ده. وبرده هنحطهم على الفوطه النظيفه ونقعد ننشف. وده شكل القلقاس بتاعنا بعد ما احنا قطعناه. طبعا احنا مش بنغسله، كل اللي بنعمله ان احنا بفوطه نظيفه وبنفضل ننشفه كويس جدا. طبعا دي القلقاسيه اللي احنا هنسويها، ودي القلقاسيه اللي احنا هنخزنها. اهو نشفناها كويس قوي. وانا مش هحطها في طبق ولا حاجه، هفضل سايباها في الفوطه بتاعتها اهي. دي اللي هنعملها دلوقتي وهنسويها. بصوا بقى، القلقاسيه التانية عمال تبرع وربنا يخليه لنا وقطعها. فايه، برضو هنشفها تنشيفه كويسه بالشكل ده. ده مجهودي. مجهود عماد. بس لازم تتنشف كويس جدا. وبعد كده نجيب من الاكياس اللي هي بتاعه الحفظ بتاعه الاكل ونبدا بقى نشيلها بالشكل ده. دي القلقاسيه اللي انا هخزنها. زي ما قلت لكم منشفينها كويس جدا. انا ما بحطش عليها اي حاجه، ولا ليمون ولا اي حاجه. وصدقوني لما بطلعها كاني لسه مقطعاها فريش. شايفين القلقاسه بتاعتنا يعني عملت لنا كميه حلوه. هقسمها بالشكل ده، هقفل عليها بالشكل ده. فانتوا طبعا يعني هاتوا كميه كبيره من القلقاس وهنروح نحطها في الفريزر. طريقه بقى تخزين السلق والكزبره. بصوا معايا، بعد ما غسلنا السلق بتاعنا وغسلنا الكزبره لازم نكون منشفينهم كويس جدا بالشكل ده. يعني ايه، ننشفهم بقدر الامكان. المهم ما يبقاش فيهم اي ندى، نحاول بقدر الامكان ما يبقاش فيهم اي حاجه. فطبعا ده لا اما فوطه مطبخ لا اما بمناديل مطبخ، براحتكم. وبعد كده هنجيب السلق، كميه السلق بتاعتنا. عايزين تحطوا معاهم كزبره اوكي، مش عايزين وعايزين تستكفوا ان انتوا وقت ما تحبوا تجيبوا ربطه كزبره مفيش مشكله. يعني انا غالبا
للقلقاسيه انا بستخدم واحده سلق واحده، عايزين تستخدموا اكتر دي يعني ايه حسب حريتكم الشخصيه. اهو بالشكل ده. وبرده بجيب حبه كزبره يعني نص حزمه تقريبا بالشكل ده، وبحطهم معايا بس. وبعد كده بفرغها من الهواء تماما. بصوا مخليش فيها اي هواء قدر الامكان طبعا. بصوا ونروح ربطينها كويس واحطها في كيس تاني بالشكل ده اهو. ويبقى كده احنا خزلنا القلقاس. يلا بقى نروح نسوي القلقاس بتاعنا. معايا دلوقتي شويه شوربه لحمه حاجه كده عظمه. طبعا تقدروا تعملوها على شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه بط، بس صراحه القلقاس ما بيبقاش حلو غير على شوربه اللحمه وشوربه البط. فانا النهارده لا واللحمه برضو وانا بتاعت النهارده رائعه يعني. تعودنا دايما في القطاص شويه لحمه. ما احنا مصورين بدري، هبقى فيديو البط هينزل لكم بعد يومين. بصوا بقى الشوربه لازم تكون سخنه، ونبدا بقى ايه ننزل بالقلقاس بتاعنا ونخلي بالنا عشان ما تتلسعوش زي. طبعا انا غاسله ايدي غسله تمام يعني. بصوا بقى هعصر يعني ايه نقطتين ليمون مش كتير يعني اقل من النص، وهديها تقليبه. والقلقاس بتاعي طبعا كل واحده على حسب، القلقاسه دي صغنطوطه كده ولذيذه فمش هتاخد معايا ال10 دقايق، فانا هحطها ورا عبال ما نجهز الطشه بتاعه القلقاس. يلا بقى نجهز السلق بتاعنا باسهل طريقه، هنحطه في الخلاط. معايا هنا حزمه السلق بتاعتي اهي، نحاول نضغطها يعني بالشكل ده، ويعني نص حزمه كزبره برضو هنحطها. ومعايا هنا كوبايه ميه بس كده، ونضربها كويس جدا. ولو حسيتوه مش شغال قوي ممكن تزودوا له شويه ميه كمان. بصوا اتضرب معايا وبقي تمام، هديله اخر ضربه بس كده تمام معانا. بصوا معايا هنبدا بقى نصفي السلق بتاعنا. هننزل كل الحاجات دي بصوا بالشكل ده. طبعا الميه دي مش بنرميها، دي كنز، احنا مش بنضيع اي فايده حاجه احنا بناخدها. انا بس هنصفيها كويس وناخد السلق نحمره، والميه دي هنحطها في الشرب. بصوا معايا بنحاول نصفي السلق والكزبره لاخر قطره، يعني بنصفيهم كويس جدا. بصوا في الاخر عملوا قد ايه. وهناخد السلق الجميل بتاعنا ده اللي صفيناه كويس، هنحطه بقى في بوله علشان هنستخدمه دلوقتي. بقى يلا نحمر السلق. معايا هنا معلقتين كبار سمنه، نأسف للكميه بس يعني هي ما ينفعش تتعمل من غير سمنه. واحنا فطرنا وعايزه توفري في السمنه؟ لا يعني في اكلات كده يعني ما ينفعش تتعمل من غير سمنه. ونجيب بقى السلق بتاعنا الحلو ده نحطه ونبدا بقى نحمره لغايه لما ينشف خالص وما يبقاش فيه اي ميه. ده هياخد قد ايه تقريبا يا نرمين؟ 10 دقايق ربع ساعه. علشان كده انا حطيت القلقاس ورايا على النار واشتغلت على طول في السلق، لان هو بياخد وقت شويه، وانا عارفه ان القلقاسه بتاعتي مش هتاخد وقت في السوا. نبدا بقى ايه يعني طولوا بالكم معايا شويه، يعني مش اقل من 5 دقايق وبعد كده نبدا نزود الثوم. شايفين شكل السلق بتاعي؟ يعني هو لسه ما اتحمرش يا جماعه، بس هنحط الثوم في الوقت ده، يعني غالبا انا سبته حوالي 5 دقايق. هنحط معلقه كبيره ثوم ومعلقه صغيره كزبره بس كده، وهنقلبهم ونسيبهم لغايه لما يتحمروا خالص. الروايح وارجع لكم بعد ما تتحمر. بصوا معايا يا جماعه القلقاس بتاعنا قرب يستوي، فدلوقتي هحط له الميه بتاعه السلق. بصوا بقى هيديني لون رهيب، بصوا لون تحفه. وندوق بقى لو عايزين ملح او نظبطه ظبطوه.
وبصوا بقى الحله الحلوه دي، شايفين شويه رز بالشعريه، حاجه كده عظمه. طبعا القلقاس ما ينفعش غير جنبه رز بشعريه. بصوا مفلفل حبايه وحبايه ازاي. لسه السلق ما خلصش، انا قلت لكم بياخد شويه وقت، معلش يعني ايه، خلوا بالكم طويل شويه لغايه لما يبقى ايه محمص كده ومخرفش. عارفه انت مخرفش يعني ايه؟ اوريهولكم، يعني بيبقى بيعمل صوت من كتر ما هو متحمر. لو حطيتوه نص سوا ما بيبقاش ظريف، هتلاقوا لونه بدأ يغمق شويه. بصوا يا جماعه، شايفينه اتحمر ازاي، وتحسوا ان هو خلاص خرفش، لونه بقي دهبي كده. معايا بقي تمام، نطفي بقى عليه وبعد كده نحط بقى على القلقاس بتاعنا. كده مش هنعمل طش؟ هو طش يعني سرحت مع عماد، حمر لي السلق زياده. بصوا بأمانة حاجة كده عظمة. تعالوا بقى نشوف القلقاس اخباره استوى ولا لسه. بصوا معايا بقى، مش عسل، بصي دايب. دوقي يا عمده. ماشي يا نرمين. تحفه. حاسه محتاج سنه ملح. ايه نزود له ايه رشه ملح بس. حلو قوي، ناقصه البطه بس. احنا هناكله النهارده مع لحم، يوم عيد الغطاس بقى ناكله بالبطه. يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. ايوه يا نرمين بقى، فين ايام العظمه دي؟ ونطلع بقى شويه قلقاس حلوين. بصوا يعني ايه حمرنا ايه. حطي بقى. بصوا بقى، وادي بولة الرز الخطير بتاعنا. بصوا يا جماعه، اللحمه دي اللي كانت بتعملها كانت مامة عماد الله يرحمها. كانت رائعه. فبصوا يعني هي بتعمل صينيه لحمه كانت جباره. فطبعا فطبعا الصلصه ساعه. فايه بصوا متسبكه وجاهزه. لو عايزين الطريقه دي بيقولوا لي بعملها لكم. فتعالوا بقى ايه ندوق معاكم. بصوا يا عماد، انت بوظت الطبق رز عشان يعني. انا عايز اخش بجنب معاكي. ماشي. بصوا انا داخل معاها اهي. تحفه. سخنه قوي بس طعمه رائع. عايز حته لحمه؟ لف البتاع الطبق كده. ايوه. ادي بقى شويه صلصه مش لحمه. صلصه. اه انت بتحب المحمره دي قوي، لان حته صغيره ادوق منها. مش يعني دي هناكلها سوا انا وانت. كل دي مش شايفين؟ شويه صلصه بقى. لما ارجع لكم راسنا ناخد بقى كل واحد حته وندوق. صراحه انا بقيت بحب اللحمه دي قوي. تاخدوا حته لحمه كده، شويه صلصه. لازم الصلصه مع الرز. بصوا يا جماعه اللحمه دايبه ازاي. يا خبر بصوا. ابيض. بس عايزه اوريكم قد ايه اللحمه دايبه ذوبان رهيب. بصوا تقوليش مندي بعد احلى من المندي. بصوا شكلها عامله ازاي، عظمه. كل سنه وانتم طيبين، نشوفكم على الف خير، مع السلامه.